هقول لك على تركايه في موضوع السفر ده في الفيديو ده، لو عملتها اضمن لك انك تلاقي اسهل عقد، افضل عقد، واحسن مرتب تيجي عليه. ومن وجهة نظر انا هي أأمن طريقة تسافر بيها الامارات وتعمل هناك احلى شغل. علشان كده خليك معايا. خليني اقول لك على فرصة في ناس كتير بتعديها من غير ما تاخد بالها. في احتمال كبير انك تقدر تشتغل مع شركة في الامارات وانت لسه في بلد. ايوه، حط الموضوع ده في دماغك، انك تدور على شركة تشتغل معاها من غير ما تسافر. لو ده حصل هيوفر عليك وقت وفلوس ومجهود، وهيخليك تسافر وانت في ظهرك شركة، مش بتدور في الشارع اعمل ايه. تجيب الشركة دي ازاي؟ اشتغل على السي في بتاعك صح، فعل لينكدين بشكل احترافي، دور كل يوم على الشركات اللي بتطلب ناس في مجالك في الامارات، ابعت وتابع واعمل مقابلات اونلاين، ابعت فويس، ابعت مسج، ابعت ايميل، تبرز شخصيتك وتوضح المهارات اللي عندك، واشتغل على نفسك وكأنك قاعد في البلد مش مستني فرصة تيجي. وده هيتطلب منك انك تقرأ شوية عن البلد وتعرف عنها وتفهم الثقافة بتاعتها وتفهم السيستم هناك ماشي ازاي. بس خلي بالك من تفصيلة صغيرة قوي ممكن تقلب الموضوع بالنسبة لك للعكس، وهي نوع الشغل اللي تدور عليه. وده الجزء الثاني من الفيديو. مش بس المهم انك تلاقي شغل تشتغله مع حد هناك وانت في بلدك، المهم يكون الشغل ده من النوع اللي بيتطلب وجودك الفعلي في الامارات. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك لو المجال اللي انت شغال فيه محتاج تكون على الارض، تقابل ناس، تشوف مواقع، يبقى فيه تعامل مباشر، ففرصة انهم يطلبوك او يسفروك اعلى بكتير. ايه الشغلانات اللي زي دي؟ شغلانه زي السيلز، المحاسبه، التصوير الفوتوغرافي او الفيديو، الاعمال الفنيه والحرفيه، اداره العمليات والمخازن مثلا. اي وظيفه ميدانيه او مرتبطه بخدمه مباشره تتطلب وجودك انت كشخص. لكن لو المجال بتاعك ينفع يتعمل اونلاين، فالشركه هنا ببساطه هتسفرك ليه؟ اكيد هتجيب حد اقل منك في السعر ومن اي مكان في العالم، ودول موجودين كتير. ايه الوظائف اللي زي دي؟ انك تشتغل في كتابه المحتوى، انك تشتغل في الجرافيك ديزاين، انك تشتغل في المونتاج مثلا، تشتغل في التسويق الالكتروني، تشتغل في الداتا انتري او ادخال البيانات. لو ناوي تسافر ركز على حاجه تشتغل فيها يكون فيها ميزه تنافسيه على الارض. ويا سلام بقى لو عندك 3 4 مهارات مع بعض، يعني انت عندك فكره عن التصوير مثلا بالموبايل وبتعرف تمنتج وادائك حلو قدام الكاميرا، في الحاله دي هتبقى ادعى انهم يجيبوك. لازم تعمل ده والا هتروح تلاقي السوق اصلا مش مستنيك، لانه خلاص بيجيب اللي يعمل اللي انت بتعمله من غير ما يصفره، بيدفع له بعمله غير عمله البلد. الخلاصه اشتغل على نفسك من دلوقتي وابعت وانت في بلدك، لكن اختار مجال يجبرهم انهم يطلبوك، مش يستغنوا عنك او يقولوا لك خليك قاعد مكانك وهندفع لك الضعف. في الفيديو اللي جاي هقول لك على اول اسبوع في الامارات تعمل فيه ايه وازاي تتحرك صح من اول خطوه.